فيلا بينا نكمل توسيع البيت ونجهز للسلم الداخلي. بدأ يجيب مكعبات وزود بيها قوس كمان في الجزء الخلفي من البيت. وفي اليوم ده الدنيا كانت مجمدة حرفيا، درجة الحرارة وصلت لسالب 40. حتى المنشار الجديد ما كانش راضي يشتغل، حاول يشغله كذا مرة واشتغل في الآخر. وقرر يورينا حاجة غريبة بتحصل لما بيحط مية على مكعب تلج ساقع للدرجة دي. التلج بيبدأ يتشقق ويتكسر بسبب فرق درجة الحرارة، وبعدها المية تتجمد جواه وتربط القطع كويس ببعض. وبنى قوس تاني عشان يوسع المكان اكتر، وبعدها بنى قوس صغير جوه البيت ناوي يستخدمه كمدخل للبيت، وسد المنطقة الفاضية اللي فوقه. وبعدين بنى قوس تاني صغير بره البيت عشان يكمل المدخل، وبعدها قفل نص الحيطة التانية وبدأ يبني السلم درجة فوق التانية لحد ما وصل لأول الدور التاني. وجاب لوح من خشب اسمه OSB، والخشب ده بيتكون من شرايح خشب مضغوطة مع غيرها، وبيستخدموه كتير في الأرضيات والحيطان والسقف في المباني الخشبية. وقطعه بنفس المنشار اللي معاه، وجاب عروق خشب وعمل منها قاعدة مربعة عشان تكون ارضيه للدور التاني، وركب عليها اللوح اللي كان قطعه. ودرجه الحراره يومها كانت سالب 47، واتوقع ان دي اقل درجه حراره هنوصل لها في الرحله دي. ومن كتر السقعه التلج كان مغطي شعره والجوانتي اللي شغال بيه. وبعدين بدا يساوي السطح بتاع المكان، وجاب القعده الخشب اللي عملها وحطها مكانها وقفل تحتها بالتلج، وبكده ارضيه الدور اللي فوق بقت جاهزه.